مستشار اعلامي ماسك المواقع التعليميه للتعليم الصناعي. نشاطاتي السياسيه كنت عضو نقابه المعلمين بالغربيه، وبعد كده بقيت عضو نقابه المعلمين بالقاهره، وماسكه منسق تحالف كان اسمه 25/30. ده كان ماسك المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر والاستاذ مصطفى الجندي، وكان ليه اهداف معينه وهو دعم الشباب والمراه وضخ دماء جديده في الحياه السياسيه بدل الدماء القديمه. هو بيقول تجديد الدماء، تجديد دماء الحياه السياسيه. كمان كنت منسق اتحاد النقابات، لان خلي بالكم النقابات 20 مليون عضو على مستوى الجمهوريه. انا منسق اتحاد النقابات هنا بالغربيه. طبعا اهداف الاتحاد واهداف اتحاد النقابات هو زي ما قلنا ضخ دماء جديده، لان احنا محتاجين نغير من الوشوش اللي احنا بنشوفها دايما في المجالس النيابيه. وعندنا برضه هدف عدم خلط المال بالسياسه، لان خلط المال بالسياسه خلى الفئات المتوسطه كلها ما بقتش فئات متوسطه، بقت اقل من الفئات المتوسطه تحت خط الفقر. وده ناتج لان القوانين كانت 2005 برلمان 2005 و2010 كانت متجهه نحو الاستثمار فقط ليس الا. اما مشاكلنا اللي احنا عايشين فيها، مشاكل صحه، مشاكل تعليم، مشاكل ائتمان، تضامن اجتماعي، كل المشاكل دي محدش حاسس بيها او محدش بيعرضها. الناس واقفه مفيش مشاكل، كله هيقع.